شوف بالنسبه لزياش هو القرار ديالو يناقش لانه تيبقى لاعب عنده البصمه ديالو وعنده الوجود ديالو. يقدر يكون وصل لواحد السن معينه، يقدر المستوى ديالو تراجع يعني مقارنه بالسنوات الماضيه. يقدر يكون الموضوع عنده علاقه بالتوجهات ديالو، بالاراء ديالو، بالخرجات الغير محسوبه ديالو، كونه لاعب كره القدم وليس شيء اخر. ولكن كتشوف انه عنده بلاصتو دابا في المنتخب. بلاصتو تقدر تكون تقدر ما تكونش. ولكن حتى الركراكي ملي تكلم وقال بانه اختيار تقني. انا ما اقول، ونسمعوا دابا الوليد ما اقول ولا ادعي لا معرفه ولا خبره، والقرار هو ديال المدرب في نهايه المطاف. اضعف الايمان كان انه يكون حاضر مع المنتخب حتى ولو ما لعبش اساسي، انه يكون احتياطي لانه القائد، لانه محتاج المنتخب، البلد، الوطن، المدرب والزملاء في مرحله حرجه وحساسه راجع فيها من الاصابه، وعنده مشاكل مع مدرب الفريق وباغيين يستغناو عليه، وعملها ركراكي مع أناحي، مع نصيري، مع غانم سايس، مع أكثر من لاعب في مراحل اللي كانت حساسة وحرجة. وليد ركراكي كان باين أنه في حرج في قضية ديال زياش، انه بوحدو كان كيسول وكيجاوب. لا راه مصاب، غتقولوا لي لا كانوا واحد اخرين مصابين وجبتهم، لا راه ما كيلعبش بزاف، عارف راسو. هو موضوع في هذا الموقف المحرج اللي كان لان حتى زياش كيرد من خلال السطوريات ديالو. اضعف الايمان كان ممكن ان يكون زياش مع المنتخب، يكون هذاك الليدرشيب ديال القائد، ممكن ما يلعبش، هذيك تبقى اختيارات مدرب، وحينها يتحمل هو المسؤوليه. حتى الليدر انا فيها نقاش في المباريات الاخيره. لا عندك عميد يكون في المجموعه ما يلعبش، ولكن عميد بعيدا عن الانانيه. راك شتي الانتقادات اللي توجهت لي في المباريات الاخيره، خصوصا واحد المباراه اللي ما بغاش يعطي، باغي ينفذ كل شيء، باغي يماركي كل شيء، باغي يضرب كل شيء، باغي يدير كل شيء. معك اكثر ما يلعبش، يجي ما يلعبش، ولكن يكون الا كان غادي يجيو يدير لي مشاكل انا، الا كان غادي يجيو يدير لي مشاكل في دوكه الاحتياط ما يجيش كاع. لا وهذه اذا علاش نحن نحاكموا النوايا بسوء نيه مسبقه، انه لا زياش الا جا وما لعبش ما غيبغيش يجلس احتياطي، او انه غيدير لي مشاكل نجيبو، ولا كاع يكون شرط مسبق ديال ركراكي في اطار الشفافيه. شكون قال بانه زياش ربما ما كيجاوبش على التليفون، ما كيردش؟ لا ما قال انه ركراكي، هنا كنسمعوه ركراكي يتحمل المسؤوليه، كيقول لك انا ما جبتوش لان ما عندوش الجاهزيه، خصو يخدم على راسو ويرجع للمستوى ديالو مزيان. ديك الساعه مرحبا به. لو قال لنا بحال كما قال على حارس، قال لك حارس ما بغاش يجلس اون بلاصون، ما غنجيبوش. انا حارس بالنسبه ليا لاعب خصني نجيبو، واخا هو مزيان مع اولمبيك مارسيل، خاصني نجيبو ويجلس احتياطي حتى نبغي ندخلو ويدخل. ما باغيش يجلس، هنا غنفهم المدرب. حتى نقدر نختلف معاه نقول لا خصو يلعب اساسي، ما هذيك تبقى اختيارات. مع حكيم زياش لو يقول لا انا بغيت نجيبه ويكون مع الفريق ويكون مع العناصر ويبقى احتياطي ويعطيك توجيه، كوتشين، تقدير، دعم، حتى اننا نعاونوا، لانه ما نساوش فلسفه ركراكي هي نعاونوا وليداتنا فاش يكونوا في ازمات طبيعه الحال. لا ديال تتكلم عليها شحال مره ديما كيقولها، ما نجيوش اليوم نتنكروا فيها. لا. ولكن لما تقولي لا جبت زياش ودار لي مشكل، هنا نحملوا المسؤوليه. جبت زياش ومشى انسحب من المعسكر كما دار حمد الله، ولا تعربت واحد الوقت مثلا كانوا قالوا عندهم مشاكل، بغض النظر على واش مخطئ ولا غير مخطئ، عندنا حاله ملموسه. ولكن نحاكموا نوايا مسبقا، نقولوا زياش الا جبته غندير مشكل. هذا الشيء فيه استخفاف لا برأي العام ولا بقيمه اللاعب كمحترف، ولا ايضا بشخصيه المدرب وشخصيه المنتخب المغربي. نسمعوا شنو قال وليد ركراكي الناخب الوطني حول غياب زياش عن المنتخب. حكيم بيان سور اتصلت به، بحال اللي قلت سي سوربرونون لي بوليميك اللي يقدروا يتيحوا في لا ليست. ملي ما كانش لاعب كنتو كتقولوا علاش ما لاعبش كيجي، وملي راجع من بليسيور وما لاعبش علاش ما جابوش. دونك بوتيت كو سي فري خصني نشرح هذا الشيء، باسكو من بعد ما بقيتوش كتفهموا واش كندير. يمكن بالحق لا سيتوياسيون ديال حكيم لعب 20 مينوت النهار اللي درت لا ليست مور لو دارني راسامبلمون دو سبتمبر، يمكن دونك على 2 موا سون كومبيتيسيون. دونك بحال اللي قلت حكيم خصو يرجع في الفورما ديالو، خصو يرتاح مع الفرقه ديالو، يخدم هاد السيمانه باش يرجع في المستوى ديالو. وحكيم بحال اللي قلت له بارتي مومون وي ريفيان سون ميور نيفو هو ديالنا. دونك يا اوكين بوليميك، اوكان بروبليم، اما بالنسبه لي اما بالنسبه لي بحال اللي قلت. لو شانجمون اللي تقدر طرا، لا كيسيون اللي غتقولوا علاش قبل ما كانش كيلعب وكان كيجيبوه ودابا ملي يلعب غير 20 دقائق. ليكيب اوسي تبدلت اليوم بحال اللي قلت. لا كونكورونس اللي كانت قبل
ماشي ديال اليوم. لي جوار اللي كانوا في ديك الوقت ولي جوار اللي عندي دابا ديسبوزيسيون ماشي ديال اليوم. دونك plus la concurrence est élevée, plus j'ai le choix de me permettre ou d'appeler ou de pas appeler un joueur qui joue ou qui joue pas. J'ai le choix d'appeler ou pas appeler. انا عندي الاختيار نعيط ولا ما نعيطش بحسب الجاهزيه ديالو. الكلام ديال وليد البكراكي واضح يحترم كاختياراته كمدرب. نقول لك انا من الجانب التقني الكره هو مدرب دابا كيتحمل اختيار، كيقول لك زياش ماشي في الفورما ماشي في المستوى ديالو وان كان يلعب. وهذا واخا تقولوا لي شحال هذه كنت كنجيبو ولا كنجيب لعابه اخرين، دابا التنافسيه ولا المنافسه على القميص وعلى المقاعد ولات مختلفه. ولكن ما يجيش غدا حتى دابا المشكل ديال وليد البكراكي وقيلا ولا بحال الناس ديال السياسه في المغرب، كلامه الامس يمحوه الصباح لانه كاين تناقض حتى في الحديث ديالو. البارح كتقولي لا هادو ولادنا وخصنا ندعموهم معنويا ونفسيا ونعطيهم كره واخا ما كيلعبش، نجيبوه جبتي لاعب ما عندوش كاع فرقه نحفزو ونشجعوه غنمسيش عطيتي كابيتان ديال ليكيب ما كيلعبش كاع ما عندوش فرقه باقي ما لقاش حتى فين غيلعب. ومشى الدوري الخليجي اللي كنتي كتقول انا مستحيل نجيب واحد من الدوري الخليجي وظلمتي سفيان رحيمي انه يمشي لكاس العالم وانه يمشي لكاس افريقيا بحجه وتهمه انه كيلعب في دوري خليجي. يقول ما يمكنش العين نتوما كتقولوا رحيمي واحد كيلعب في العين نقارنوا مع الشامبيونز ليغ والدوري الاوروبي كذا. في الاخر انت جبتي رحيمي شنو دابا داك الدوري الخليجي ولا اوروبي ولا هذاك رحيمي درنا ليه دوباج ولا بكاكي تبدلات هضرته. ولما جا رحيمي بين بلاصتو. اليوم حتى في التعامل مع الملف ديال زياش انا في انا ما سوقيش يجي زياش ما يجي خصنا منتخب لانه المنتخب فوق الجميع ومصلحه. لكن هذه ازدواجيه الخطاب هي اللي مزعجه طبيعه الحال، لانه كان تناقض حتى في الحديث ديالو كما قلتي كريم. لانه واحد الوقيته راه اشار في الحديث ديالو في الحوار في اللقاء الصحفي قال بانه كانت واحد الوقيته بعض اللاعبين اللي ما كتكونش عندهم الجاهزيه وما كيتمش الاستدعاء ديالهم للمباريات من طرف الفرق ديالهم وتيجلسوا احيانا في دوكات الاحتياط واحيانا حتى في المدرجات ما كيكونوش في اللائحه الرسميه ديال المباريات. ومع ذلك